ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال طول الوقت. هكلمكم النهارده عن الجزء الثاني من سلسله افلام تلحس المخ. كنت عملت قبل كده الجزء الاول في الفيديو اللي قبل اللي فات، ولاحظت ان في ناس كتيره جدا عجبهم الافلام اللي انا رشحتها في الفيديو، فحبيت ان انا انزل لكم بالجزء الثاني، وطبعا انتظروا الجزء الثالث ان شاء الله خلال الفتره الجايه. وطبعا حابب ان انا افكر الناس اللي مش عارفه، انا عندي قناه تانية على اليوتيوب. القناة دي مخصصة لقصص الرعب، ومنها القصص المستوحاة من الأحداث الواقعية، ومنها طبعا أحداث مستوحاة من قصص وروايات خاصة بالرعب. فياريت كل الناس اللي بتحب قصص الرعب دي تشترك في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة دي برضو، وتفعلوا زر جرس التنبيهات، وتدوسوا لايك على الفيديو علشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم حابب اكلمكم عليه وهو الفيلم الهندي مهراجة. الفيلم ده بعيد كل البعد عن اي نوع من انواع الكلاشيهات. الفيلم بيتكلم عن راجل حلاق هادي جدا وفي حاله، بيدخل اسم الشرطة وبيبلغ عن سرقة صفيحة زبالة من بيته. طبعا في الوقت ده كل الضباط اللي موجودين في الاسم هيفتكروا ان الراجل ده مجنون او الراجل ده داخل يهزر، ولكن ما يعرفوش ان السر ده او سر صندوق الزبالة ده هو الحل اللي هيفك طلاسم لغز مرعب خاص ببيته وخاص بأسرته كلها. الفيلم بياخدك في رحلة انتقام مش عادية، رحلة انتقام من العيار التقيل، وحبكة حرفيا هتخليك مشدود طول الوقت، وكمان هتحسسك ان انت يعني ازاي حاجة تافهة زي دي يجي وراها كارثة كبيرة زي دي. ففعلا برشح لكم الفيلم ده وبقوة. والفيلم ده طبعا مدته ساعتين، ما تحكمش عليه من البداية، ما تحكمش عليه من أول نص ساعة مثلا أو من أول ساعة إلا ربع مثلا. حاول إن أنت تدي فرصة للفيلم وهتشوف نهاية عمرك في حياتك ما تقدر تتوقعها. تاني فيلم حابب اكلمكم عليه وهو الفيلم الارجنتيني الاسباني The Secret in Their Eyes. الفيلم بيتكلم عن محقق بيطلع على المعاش، بس في قضية قتل واغتصاب من سنين طويلة لسه واكلة دماغه وبتطارده في احلامه طول الوقت. علشان كده بيقرر ان هو يفتح الدفاتر القديمة اللي مليانة تراب ودم. الفيلم مش بس تدوير على القاتل، ده رحلة قاسية جدا جوه النفس البشرية وهوس الانتقام والحب اللي بيضيع في النص. الفيلم ده فعلا النهاية بتاعته كفيلة ان هي تخليك فاكرها لسنين وسنين طويلة كمان. وطبعا الفيلم ده غني عن التعريف، اتوقع ان كتير منكم عارفين الفيلم ده. ويعني الفيلم ده غني عن التعريف، من افضل الافلام الاسبانية الارجنتينية اللي اتعملت على الاطلاق. تالت فيلم حابب اكلمكم عليه هو الفيلم الكوري الجنوبي، فيلم كيلر 2. الفيلم بيتكلم عن رسامة كوميكس رعب مشهورة جدا، فجأة بتكتشف ان كل جريمة دموية بترسمها في خيالها بتحصل في الواقع بالحرف الواحد وبنفس التفاصيل المرعبة ومع نفس الضحايا اللي رسمتهم. البوليس بيبدأ يشك فيها ويطاردها، وهي نفسها بتبدأ تشك في عقلها. عامل التوتر هنا في الفيلم فعلا هيخليك قاعد مشدود طول مدة الفيلم، عايز تفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ازاي كل الرسومات اللي هي بترسمها بتطبق في الحقيقة مع نفس الاشخاص. فكرة غريبة جدا وفكرة متنفذة صح جدا. الفيلم هيعيشك في حالة رعب بصري، هيخليك فعلا تشك في كل حاجة بتحصل. 당신들도 죽을까봐 겁나는 거야? عليها من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها هو فيلم تايم كرايمز. راجل عادي بينتقل لبيت جديد، بيكتشف بالصدفة ان في بنت تتعرض لهجوم في الغابة، فبدافع الشهامة بيروح علشان ينقذها. فجأة بيلاقي نفسه متورط في كابوس زمني، آلة زمن وشخص متغطي بشاش مرعب، وبيدخل جوه آلة الزمن دي، ومن ساعتها حياته كلها بتتدمر. من غير اي ميزانيات ضخمه او مؤثرات هوليوود المشهوره، الفيلم ده بيعمل لك عظمه بس من مجرد السيناريو بتاعه. الفيلم مكتوب بالملي، مفيش فيه اي نوع من انواع الثغرات.
كل حدث بيسلم للحدث اللي بعده بطريقة تخلي عقلك يلف طول الوقت مع الفيلم. مع العلم الفيلم ده محتاج منك شوية تركيز، يعني حاول ان انت تشوف الفيلم ده وانت مركز علشان ما تتوهش. عليها هو الفيلم المشهور The Usual Suspects. مجزرة بشعة وحريقة على مركب، جثث في كل حتة، والناجي الوحيد هو مجرم. المحقق هنا بيقعد معاه علشان يفهم ايه اللي حصل بالظبط، وهنا بيبدأ يحكي قصة تورطهم مع اسم بيرعب المافيا نفسها، وهو كايزر سوزي، الأسطورة اللي محدش شافه بس الكل بيترعب منه. الفيلم ده بيلعب بأعصابك طول الوقت وبيديك قطع بازل كده بتحاول انت تركبها علشان تفهم الصورة بالكامل. بيعلمك ان ازاي السرد ممكن يمشيك وراه زي الأعمى لحد ما تاخد الضربة القاضية في واحدة من أعظم النهايات في تاريخ السينما. And these are not the usual suspects. Keaton. I'm a businessman. McManus. There's nothing that can't be done. Hockney. What do you got, a team of monkeys working around سادس the فيلم clock on بالنسبة this? لي هو الفيلم الكوري الجنوبي ريكول. الفيلم بيتكلم عن بنت فاقدة الذاكرة تماما بعد تعرضها لحادث، وجوزها في منتهى الحنية بيحاول يرجع لها حياتها، وفجأة بتبدأ تشوف رؤية وأحلام مرعبة عن جرائم قتل بتحصل حواليها، وجوزها بيبدأ يقنعها إن دي بس مجرد هلاوس من آثار الصدمة وآثار الحادث اللي هي تعرضت له. بس فعلا كل الدلائل بتقول ان في حاجة غلط، وان الخطر الحقيقي ممكن يجي من اقرب الناس ليك. كمية التلاعب النفسي هنا مرعبة، كل ما تبني نظرية الفيلم بيهدها فوق دماغك وبيفاجئك بتويست من اعنف التويستات اللي ممكن تشوفها. فيلم فعلا لازم تشوفه. من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها هو فيلم برايمال فير. محامي مغرور وشاطر جدا بيحب الشو الاعلامي، بيستلم قضيه مستحيله. الدفاع هنا عن شاب بريء جدا وشه طفولي وبيغني في الكنيسه، بس متهم بجريمه قتل قسيس بطريقه فيها وحشيه ودمويه ما بتتوصفش. طول مده الفيلم بتسال نفسك هل فعلا الملاك ده ممكن يكون هو السفاح الحقيقي؟ الفيلم بيغوص في تيمة الخير والشر اللي مستخبي جوانا، وبيورطك نفسيا مع البطل لحد ما تكتشف برضو تاني واحدة من أفضل التويستات اللي ممكن تشوفها على I الإطلاق. know what he did to you. You know what I would do if someone did that to me. I would stab him 78 times. It's a mistake to stick your thumb in the eyes of the most powerful people in the تامن city. فيلم حابب أكلمكم عليه هو فيلم برستيج، من أفضل أفلام كريستوفر نولان المخرج الغني عن التعريف، اللي احنا فعلا محتاجين نعمل له حلقة مخصصة ليه خاصة بأفلام. الفيلم بيتكلم عن 2 سحرة أصحاب بيتحولوا لألد الأعداء. المنافسة بينهم بتوصل لدرجة الهوس القاتل، كل واحد مستعد يضحي بأي حاجة علشان يكشف سر خدعة التاني ويدمره قدام الجمهور وفي حياته الشخصية كمان. الفيلم ده متصمم كأنه خدعة سحرية متقنة تماما. الفيلم ده هو سيمفونية مرعبة من الخداع البصري والنفسي اللي ممكن تشوفها، وزي ما أنا قلت لكم من أفضل أفلام كريستوفر نولان. Every great magic trick consists of 3 acts. The first act is called the pledge. The magician shows you something ordinary. من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها هو فيلم فراليتي. الفيلم بيتكلم عن اب ارمل عايش مع اولاده الاثنين، متدين جدا. في يوم بيصحيهم من النوم وبيقول لهم ان ربنا كلمه وامره ان هو يقتل شياطين متخفيين في شكل بشر، وبيطلب من ولاده الاثنين ان هم يساعدوه في المهمة المقدسة دي. فيا ترى ولاده الصغيرين دول هيتصرفوا معاه ازاي؟ طول الفيلم بتسأل نفسك هل الأب ده فعلا مجنون ولا مريض نفسي ولا إيه بالظبط؟ ولا فعلا كلامه صح وكل اللي بيقتلهم دول شياطين؟ بالمناسبة الفيلم ده مش فيلم رعب، الفيلم ده فيلم جريمة. جو الفيلم مقبض ومبني على الشك طول مدة الفيلم لحد ما تكتشف برضو واحدة من أفضل السيناريوهات اللي ممكن تشوفها، وأفضل برضو النهايات اللي ممكن يعني أنت مستحيل إن أنت تتوقعها فعلا يعني. Do you understand? Well, if it has to be done, it has to be done. Is that true? Why would I make it up? It's all a big عاشر lie. فيلم بالنسبة لي وهو فيلم بريزونرز.
الفيلم بيتكلم عن أطفال أو بالأخص بنتين صغيرين بيختفوا فجأة وحرفيا بيتبخروا في الهواء. الشرطة بتبدأ تدور في القضية دي عشان تعرف مين هو الخاطف للبنتين الصغيرين دول، وبسبب هنا عجز الشرطة عن ان هي تلاقي الخاطف، الأب هنا بيتحول لوحش كاسر بيقرر ان هو يدور على بناته بنفسه علشان يحقق العدالة. الفيلم بيحطك في زاوية أخلاقية نفسية مرعبة، هيقولك لو انت مكان الأب ده لا قدر الله هتتصرف ازاي؟ هل هتتصرف زيه فعلا ولا هتسيب القانون والعدالة تاخد مجراها؟ وده بغض النظر ان العدالة دي ممكن تتأخر في ان هي تلاقي الخاطف ولا لا. فيلم بالنسبة لي من افضل افلام الجريمة والغموض اللي اتعملت في التاريخ. مستحيل 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 ان الفيلم ده ما يعجبش حد. Show me your hands right now! You put those girls somewhere, Alex. I know you put those girls somewhere. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وطبعا هسيب لكم في الديسكريبشن تحت لينك القناة التانية بتاعت الرعب، وكمان لينك فيديو افضل 16 فيلم رعب نزلوا في تاريخ السينما من وجهة نظري الشخصي. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، ما تنسوش ان انتوا تشوفوه. وطبعا للناس اللي اول مره تشوفني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكوش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.